يا جماعه تقريبا شهر ونص بجرب في المنتج ده. كنت قلت لكم عليه، اشتريته من سيرو بايب، هو لاش سيرم. عايزه اقول لكم ان هي دي الكميه كلها اللي انا استخدمتها في شهر ونص، بس مش قادره اوصف لكم قد ايه هو سيء جدا 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 جدا. ما بيعملش اي حاجه الحمد لله، وكل اللي عمله ان هو وقع لي رموشي. والله كان في رمش عليها بس ما لحقتش اوريه لكم، كان بيوقع رموشي حرفيا. ففي هيصه وزيطه كبيره على منتج تاني اليومين دول، فطبعا انا ما كدبتش خبر ونزلت اشتريته اهو. تمام، وجبته اللي هو كابكسي. احنا قلنا ده سيرو بايب اللي انا جربته وطلع الحمد لله زي الزفت ولا له اي لازمه. اشتريتيه بكام يا لبنى؟ كنت شارياه ب 275 جنيه. كابكسي بقى بكام يا لبنى؟ ب 450 جنيه. ده لو ما اشتغلش انا هزعل وهجيب ناس تزعل، وما عدتش مجربه اي حاجه تانية مصري تاني خالص. المفروض ان هو براند مصري، ومكتوب في الظهر ان هو سيرم بيساعد على تقليل تساقط شعر الرموش والحواجب، وبيكثفهم ويتقلهم للرجال والسيدات. وهم كاتبين كده والله. طريقه استخدامها ان احنا ينفع نستخدمها قبل الميك اب ب5 دقايق وبعدين نحط الماسكارا يعني، او بالليل مع السكين كير روتين. طبعا انا هستخدمها مع السكين كير روتين، بس انا شخصيا حابه ان انا افتح العلبه دلوقتي اشوف شكلها عشان انا ما اعرفش شكلها من جوه عامل ازاي. مكتوب ان الفورمولا بتاعتها فروم يو كي. اوكي، ليها مكان هنا نسحبه، ده الاكسباير بتاعها 2028. اوكي. اوه واو. اوكي، باكجينج حلو. الوانها حلوه قوي. الباكجينج بتاعها حلو جدا. حاضر، هخلص واوريها لك. اوكي اهي، ده شكلها. مش عارفه الصراحه القوام بتاعها برضو زي التانية ولا لا. بس دي تعتبر اتقل شويه. اوكي، هو لونها كده غامق مش فاتح، لونها غامق مش سايله شفافه. وده الباكجينج بتاعها، بس هو مش جاي معاها اي حاجه تانية، بس هو الباكجينج بتاعها حلو قوي. اوكي، هنجربه وبفكر كده يعني كمان شهر اوريكم النتيجه ونشوف بيفور وافتر عامل ازاي. اذا حبيته يعني، لو مش حابين انا هبقى اجربه واقول لكم النتيجه على طول. ويا مساءكم فله.